الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. هنالك نقاط تقاطع وتلاقي وتحالف خفي ما بين المنظومات العقائدية الدينية منها والدنيوية. هذه المنظومات تكفر بعضها بعضا، تخون بعضها بعضا. المنظومات الدينية تكفر المنظومات الدنيوية، والمنظومات الدنيوية الدوغمائية العقائدية تصف المنظومات الدينية بالتخلف والجهالة، والاثنين يعني في مستنقعات الجهالة والتزمت والانغلاق يسبحون. مناسبة هذا الكلام هو الإفصاح عن حجم أو جزء من المعاناة التي أعانيها من الحشد الجولاني، شبيحة الجولاني، ومن الحشد الأوجلاني، شبيحة قسد، وشبيحة حزب العمال الكردستاني. كل طرف من هذين الطرفين يحسبني على الطرف الآخر. يعني عندما أنتقد الجولاني فورا الاتهام الجاهز والمسبق، قسدي، قنديلي، بويجي، هندي، ما بعرف شو، واحد يعني، وكله تحت أسماء مستعارة، أسماء مزيفة. ما عندهم هاي الجرأة، هاي الرجولة، هاي الشجاعة، الشجاعة الأخلاقية والشجاعة العادية، يعني لحتى يواجهوا الواحد. يعني مثلا أنا بعرف في منهم بيشتغلوا بالشأن العام، يعني صحفيين في رابطة الصحفيين السوريين اللي أنا عضو فيها، أو في رابطة الكتاب السوريين اللي أنا عضو فيها. هاتين الرابطتين تأسست في فترة بدايات الثورة على نظام بشار الأسد في 2012. فناس من هاتين الرابطتين أنا بعرفهم، يعني بعرف طريقتهم في الكتابة. بيجوا بيكتبوا على قناتي تعليقات سخيفة مثلهم، يعني وتحت أسماء مستعارة. طبعا أنا سكرت عليهم حنفية الفيسبوك، ما عاد فيهم يكتبوا، فبيبعتوا لي على الخاص بأسماء مزيفة، بأسماء مستعارة، وبيهاجموني. وحلمستان، وما عاد في حلمستان، وما عاد في يعني كلمة الكردستان والحلمستان، وبيزبطوها. طبعا أنا سمعت هذا الكلام من أشخاص موجودين على مجموعة الواتساب في رابطة الصحفيين السوريين، وشفت هذه التعليقات على قناتي في اليوتيوب، وشفت وحتى رسائل خاصة على الماسنجر وهكذا. ففي ناس من الجبن والخسة والنذالة انه ما فيها تجاهر، ما عندها هالشجاعة للمواجهة وجها لوجه، لا بيروحوا بيتخبوا وراء اسم مستعار واسم مزيف وحساب مزيف، بيهاجموا الشخص، ما بيناقشوا الفكرة. يعني لا عندهم نفس الهجومي. طبعا هذا السلوك القميء والدنيء والمنحط يقابله عند الحشد الأوجلاني نفس السلوك باللغة الكردية، باللغة العربية، بيهاجموني بشرفي، يشتمون أمي، أختي، زوجتي، بنتي، أهلي، ما بيخلوا شيء. مين؟ الحشد الأوجلاني، الحشد اللي بيدافع عن قسد، وكلهم يعني بتفوت على مواليدهم على في الحشد الأوجلاني شوي أحيانا بيجاهروا، في منهم معروفين
بيجاهروا بصوره الحقيقية لكن هي مش شجاعة يعني، وغباء ويعولون على الكثرة. يعني أنا فيني مثلا آه، ارفع مش موجودين في بلجيكا، موجودين في ألمانيا، في السويد، في سويسرا، في فرنسا موزعين. لو هن موجودين في بلجيكا، لكن أنا عرفت ربيهم يعني أمسح فيهم بلجيكا، أرني أرني، شارع شارع، زنقة زنقة، بس مش موجودين في بلجيكا يعني. أغلبهم موزعين وكتار. فعلى مين بدك تشتكي أو تقدم شكوى؟ لدى القضاء أو لدى البوليس الألماني أو الدنماركي أو النرويجي أو السويدي أو السويسري أو الفرنسي؟ فيعولون على الكثرة. مين؟ الحشد الأوجلاني. هدلون الحشدين على السوشيال ميديا على أساس صراع عفوا، في صراع أزلي وأبدي، وهذا الحشد بيتهم الثاني بالأردوغانية والداعشية. الحشد الأوجلاني بيتهم الحشد الجولاني بالأردوغانية وبالداعشية، وهي الاتفاق يعني هي الاتهامات في جلها صحيحة. والحشد الثاني كمان بيتهم الحشد الجولاني، بيتهم الحشد الأوجلاني بالانفصالية وكذا، وهذا مش صحيح. أنا بعرف أوجلان، والآن أوجلان أكثر أردوغانية من الشيباني، أوجلان أكثر أردوغانية من أحمد الشرع، أكثر أردوغانية من حسن الدغيم. وهي أقولها وأنا يعني أعي تماما وأدرك تماما حقيقة ومعنى هذا القول. أوجلان زعيم هؤلاء يشتغل مش من زمان، بيشتغل لخدمة الدولة التركية والنظام التركي، حتى قبل مجيء رجب طيب أردوغان الإسلامي المحافظ للسلطة. وهذا موضوع آخر وتفاصيل أخرى خافية عن الكثير من الأوساط السورية العلمانية منها والإسلامية. حتى الأردوغانيين السوركيين ما بيعرفوا أنه الأسبقية لأوجلان. طبعا أوجلان يخدم بلده تركيا، يخدم أخواله الأتراك، يخدم مصلحة تركيا، هذا لا حرج عليه. مواطن تركي يخدم بلده، ويعني بإمكانه أن يجعل من الكرد وكردستان حطبا لما في خدمة مصالح تركيا. طبعا هن ما بيعرفوا هالتفاصيل، حتى على مستوى المثقفين والمتابعين والباحثين ما بيعرفوا هاي المسائل، بيعتبروها مبالغة. طبعا أنا مطلع على تاريخ عبد الله أوجلان وأرشيف، وكنت جزء من هذه المنظومة اللي على امتداد 20 سنة، أكثر من 20 سنة، واشتغلت في إعلام هذا الحزب وأعني ما أقول. المهم أتعرض لهجوم من الطرفين. الطرف الأوجلاني بيحسبني على أردوغان وبيحسبني على الجولاني، والطرف الجولاني بيحسبني على قسد وعلى أوجلان وعلى القصص هيك. وأنا يعني يعني لا أستطيع أن أكون أكثر وضوحا مع الجهلة الذين لا يجدون الانتباه أو الذين يتعمدون الجهالة كائن من يكون. أنا ضد الفريقين الخندقين، لأنه هدلون الخندقين، الخندق الأوجلاني والخندق الجولاني، اثنيناتهم بيختلفوا في بعض التفاصيل، لكن مشتركين في خدمة تركيا، ما لهم علاقة يعني لا يريدون خدمة سوريا كبلد. يعني يتشدقون بالشعارات والقصص هي، لكن جل تركيزهم أن ترضى عنهم تركيا يعني. فهذا ليكون واضحا. طبعا هنالك الكثير من الشتائم اللي أنا
مأرشفها، يعني آخذ سكرين عنه ومأرشفها وما بدي ينشرها، لأنه مشان ما يقول والله وشانق لأ، اللي بده أو يهمه الأمر بإمكاني أن أرسل هذه الشتائم لكي يتأكد طالما هو يشكك في الموضوع. هذه البداية، لأنه ارتأيت أن أتخذها كعتبة للموضوع اللي راح أحكي فيه، لأنه الكلام ما راح يرضي لا الحشد الجولاني ولا الحشد الأوجلاني. كلامي في هذا الفيديو لن يرضي الطرفين، وأنا أقصد مسألة الدمج، يعني مسألة الدمج ما بين قسد وجيش الجولاني، وهي مسألة مفصلية حساسة واستراتيجية لدى الأتراك. الأتراك ما بدهم قوة عسكرية وقوة سياسية، حتى ما بدهم قوة سياسية وقوة عسكرية تمثل ولو 50% ولو 30% مصالح وطموحات الشعب الكردي في سوريا. ما بدهم. بيحاولوا يفككوا القوى العسكرية في تركيا، هنالك مساعي، ولو كان يعني بإمكانهم لفككوا إقليم كردستان العراق، لكنهم فشلوا في هذا الأمر، ويسعون الآن عن طريق أوجلان، عن طريق الأمريكيين، عن طريق الشيباني والجولاني تفكيك قسد. حاولوا ضم قسد كأفراد، تعالوا انضموا كأفراد، نعم سنسمح لكم بالانضمام إلى الجيش العربي السوري، لكن مش ككتل، كأفراد. طبعا عندما يصار إلى دمج قسد ككتلة عسكرية داخل الجيش، هنالك اتفاقات، هنالك وثائق، هنالك شيء ينظم هذا الدمج، لأنه في اختلاف جوهري ما بين الكتلة العقائدية السلفية الجهادية الأخوانية الإرهابية التكفيرية المتمثلة في الجيش العربي السوري الجولاني الأموي، وما بين الكتلة العقائدية الأوجلانية القسدية القنديلية اليسارية القومية البيئية ما بعرف شو الديمقراطية في قسد. في اختلاف جوهري وجذري ما بين العقيدتين، ما بين المنظومتين. فعملية الدمج يعني مثل ما يعني دمج الزيت بالماء، أو دمج شو بدنا، يعني أنتوا لاقوا شغلتين متناقضتين ويصار إلى دمجهما. ينبغي أن يكون هنالك شيء، خارطة طريق متفق عليها. هذه الخريطة تنظم آليات عملية الدمج. يبدو أنه الموضوع في هذا الاتجاه، لكن الموضوع ما صار دمج كأفراد مثل ما كان بده الدغيم والآخرين. لا، عملية الدمج ككتلة عسكرية، وهذه الكتلة العسكرية لن تتزحزح من مناطق سيطرتها، ستبقى كتلة عسكرية. هذه أراضي سورية، الدير والرقة والحسيتشة وشرق الفرات أراضي سورية، لكن القوة العسكرية الحاكمة المؤثرة المسيطرة الفاعلة ستكون قسد. وطالما هنالك قوة عسكرية هناك كافية ومسيطرة، يسموها ما شئتم، الفرقة 75 الفرقة 87 الفرقة 33 الفرقة 25، كتل عسكرية تحت هرمية، وفي تنسيق خفي ما بين هذه الكتل العسكرية، هي قسد تسيطر على هذه المناطق. طالما هنالك إشباع واكتفاء، لا ضرورة أنه لإرسال فرقة عسكرية أخرى للعمشات والعفشات وأبو تيجانة
يروح على منطقة الدير، ما في ضرورة، ما في ضرورة حتى ولو كان بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، لأنه هو أو يشيل هذه الفرقة، فرقة جزء من قسد ويحطها مثلا في درعا أو يحطها في مواجهة السويدة، هذا لن يكون، أنا في تقديري وأعتقد أنه الاتفاق في هذا الاتجاه. لا، هذه القوى العسكرية التي كانت تسمى قسد وصارت تسمى باسم آخر أو بأسماء أخرى ستبقى في مكانها. مش بس هيك، هامش الحركة لقسد، هامش الحركة لقسد عبر مكافحة الإرهاب، تنسيق مع الجيش العربي السوري، مكافحة الإرهاب. الهدف محدد، البوصلة محددة. هامش التحرك لقسد موارد ممكن أن تشوفوا مجموعة أو كتيبة أو فرقة أو قوة عسكرية تابعة لقسد تتحرك في إدلب لمكافحة الإرهاب. بكرة مجموعة من الناس يعصون أوامر الجولاني، والجولاني يقول عنهم أنهم إرهابيين عصاة، ويا جيش العربي السوري قسد هذلون إرهابيين، تفضلي كافحي هالإرهابيين يا قوات قسد. قسد ستتحرك. هامش الحركة لقسد أوسع من هامش الحركة لفصائل الجولاني في منطقة الفرات. هذا على الصعيد الأمور العسكرية والتداخلات والتشابكات العسكرية، وبالتالي عملية الاندماج ستكون في الإطار العام اندماج، لكن داخل هذا الاندماج هنالك حدود واضحة، حدود تضبط الحركة وإيقاع العمليات العسكرية، سواء حماية الحدود أو المنطقة أو مكافحة الإرهاب. هذا أعتقد أنه متفق عليه لدى الأمريكيين وحتى لدى الأتراك، وهذا كان بإصرار نتيجة تعنت قسد في هذا الموضوع. نحن سنندمج مش على مستوى أفراد، نحن مش واحد واثنين وثلاثة، نحن عشرات الألوف رجال ونساء ومن مكونات الشعب السوري. ما بيصير هيك. أحيانا بشوف يعني اللي بيدافعوا عن موقف قسد في الإعلام العربي، بشوف هيك منطق أحيانا، يعني بيضع كلمات وجمل بسيطة بإمكانهم يخرسوا أزلام وشبيحة ونبيحة وقنادر الجولاني الإعلامية، من حسن الدغيم لا شو اسمه هذا سليمان وهم كثر، شو اسمه سليمان المحلل الاستراتيجي. فشو هي في تقديري العبارات اللي ممكن تخرسهم؟ إنه محافظة الرقة والحسكة ودير الزور لم تستلمها قوات قسد من الجولاني، من حكومة الجولاني، بل حررتها قوات قسد من رفاق جولاني السابقين، داعش والقاعدة. تم تحريرها، لم يصار إلى استلامها من الجولاني ومن أبو قصرة حتى يعيد مظلوم عبدي وقوات قسد هذه المناطق إلى دمشق. ما صار هيك شيء. الموضوع مش هيك. الموضوع هذه المناطق جرى تحريرها، وهذا معروف ومشهود له بقوات التحالف الدولي. قسد حررت وسيطرت، بقيت هنالك انتهاكات، هنالك خروقات، نعم، هذا وارد في كل مناطق الصراعات والنزاعات، لكن انتهاكات وخروقات قسد نقطة في بحر، نقطة في بحر جرائم الجولاني.
قبل وبعد استلامه للسلطة في دمشق، نقطة في بحر. قديش إلنا انتقادات وملاحظات على قسد وأداء قسد الإداري العسكري السياسي الخدمي، كل هالتفاصيل، لكن الانتهاكات وبتقارير دولية يعني الانتهاكات التي اقترفتها قسد في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي أصدقاء الجولاني لا تقاس بالانتهاكات والجرائم والفظائع التي اقترفها الجولاني في إدلب وبعد استلامه للسلطة في الساحل السوري وفي منطقة السويداء، والله يعلم في مناطق أخرى الجولاني شو مخبي. وبالتالي هذه المناطق لم تستلمها قسد من حكومة الجولاني حتى يصار إلى إعادة إرجاعها أو تسليمها لحكومة الجولاني. لا، إذا كانت حكومة الجولاني تعتبر نفسها داعش فهيك بيزبط أنه داعش وقت ذاك لم تكن سلطة، وقسد حررت هذه المناطق من داعش وأطاحت بداعش، والآن داعش تحكم. فيحق لداعش تطالب بهذه المناطق التي كانت تحت سيطرتها قبل تحريرها من داعش عبر قسد. هيك أبي يزبط الحزب بتزبط. إذا كان الجولاني وحكومة الجولاني بيعتبروا أنفسهم امتداد لداعش، نعم من حقهم أن يطالبوا يعني، لكن هل من الواجب على قسد أن تستجيب؟ لا، داعش تطالب وقسد ما فيها تستجيب في الموضوع. بمعنى هذه المحافظات لم تستلمها قسد من حكومة الجولاني ومن هيئة تحريم الشام ومن حسن الدغيم، لحتى حسن الدغيم يطلع ويدرغل ويبعبع ويجعجع ويقول يحكي على كيفه. ما في حدا يعني، أنا لسه ما شفت حدا هيك يخرس الدغيم شر خرسة. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يصير شي مرة ويصدف أنه يكون حسن الدغيم على الطرف الآخر ونشارك كلينا أو كلانا في مناظرة أو في برنامج تلفزيوني. إلى بدي حط حسن الدغيم بكيس وورجيه كيف تكون آداب الحوار وأصول الحوار ومناقشة الحجج والبراهين، ومش رح يعني ضبط له اياها منزله بين منزلتين، لا، راح احطه في المقام والمنزله المذمومه اللي يستحقها. مين؟ حسن الدغيم. قد يقول قائل هذه المناطق مناطق الحسكة استلمها من النظام السوري نتيجة اتفاقات في 2011 ومساومات. نعم هذا صحيح، لكن هذا النظام راح. رجع النظام السابق، خلي النظام السابق يطالب قسد بتسليم هذه المناطق. حتى النظام السابق لما كان يطالب على وجوده كمان في 2022 23 24 كان يطالب بإعادة بسط السيطرة على هذه المناطق، قسد كانت ترفض، كانت قسد تريد تحقيق إنجازات سياسية، رفضت قسد. فهذه الحجة أيضا حجة ساقطة وسقطت بالتقادم، أنه والله النظام السوري عملاء النظام السوري ومن هالقصص. النظام السوري راح. أنتم الآن النظام السوري السابق بشكل أو بآخر وعبر تفاهمات ومساومات صار جزء من هذا النظام الحالي. وذكرت أنه الانفتاح على روسيا صار قريبا، سنرى الانفتاح على إيران ولله الحمد بعونه تعالى ومن هالقصص هي والتبريرات. إذن هذه المناطق التي تسمى شرق الفرات، المحافظات الثلاث إداريا وعسكريا، لم تستلمها قسد لا من
وحتى يعني محافظة الرقة ودير الزور لم تستلمها قسد من النظام السوري، جرى تحريرها بالدم، جرى تحريرها بالدم، الدم الكردي والعربي والسرياني تحت راية قسد، مش تحت راية داعش ولا جبهة تحرير الشام. جبهة تحرير الشام ما حررت من الشام غير إدلب، إمارة إدلب، ما حررت شيء. شو فتح الشام وتحرير الشام وكله كله كذب بكذب، كله دجل، مساومات وتفاهمات دولية. خلاص إسرائيل قالت شيلوا شيلوا. أنا كتبت مقال في صحيفة الحياة في قبل أن تغلق صحيفة الحياة في 2017 أو في 2018. كتبت العنوان كان إسرائيل منقذا، وإسرائيل هي التي أنقذت ما أنقذته من المعارضة الحالية المسيطرة على السلطة. المهم عملية الدمج ستحدث يعني لكن مش وفق المنظور اللي بيقدمه الحشد الجولاني، انه شفتوا جيتوا بتكسير الراس وبلا تكبير الراس وبلا القصص. لا، الموضوع مش هيك، الموضوع مش هيك نهائيا. أي كذب ودجل في هذا الخصوص مش هيك. طبعا الحشد الأوجلاني كمان رح يعتبره نصر تاريخي ونصر أوجلاني وفكر القائد ومن الدجل والكذب. طبعا كمان كذب. الموضوع مش هيك، الموضوع تنازل، تنازل يعني على حافة الاستسلام، بينه وبين الاستسلام شعرة. وأنا ذكرت ذلك في اتفاق 10 آذار، ولا هو اتفاق المهزوم، لأنه نظام الجولاني كان نظام هش، وأنت يا قصد قوى كبرى مجلجلة مزلزلة، شلون بتروحي توقعي اتفاق هيك مذل مذل؟ أنت لازم يعني طبقا لميزان القوى وقت ذاك وحتى الآن أيضا، يعني حتى الآن ميزان القوة كفة قسد ترجح، ومع ذلك قسد تنازلت كثيرا. مهم الحشدين، الحشد الأوجلاني والحشد الجولاني، اثنين يعني راح يقدموا ويصدروا ما سيأتي لاحقا على أنه انتصار تاريخي وإنجاز تاريخي، ومن الكلام ال الكذب التاريخي ومش صحيح. ولا هو انتصار للجولاني ولا انتصار للأوجلاني، نتيجة ضغوطات وتسويات، يعني ضغوطات إقليمية ودولية جرى إلى إخراج هكذا تسوية كيف تحفظ ماء الوجه للجولاني لقسد. نقطة أخرى يعني أود أن أذكرها هنا، مسألة العقيدة. كل جيش له عقيدة. الآن عقيدة الجيش العربي السوري واضحة، كانت سابقا عقيدة بعثية أسدية، الآن عقيدة سلفية إخوانية جهادية جولانية. يعني علاقة أحمد الشرع بالجولان ظلما وعدوانا، يعني في ظلم للجولانيين، وأنا أعرفهم، أنا عشت معاهم في خبز وملح بيناتنا، يعني في مخيم الوافدين، يعني مع الذي كانوا يعني يوصفون بأن النازحين، يعني نزحوا من الجولان. وأعرفهم يعني في مخيمات الحسينية وفي ريف دمشق وفي مخيم الوافدين، أنا أعرفهم، ناس بسطاء وطيبين وآدميين وكذا، هم بريئون من هذا الجولاني. شو علاقة هذا الجولاني بأبو محمد الجولاني؟ يعني عندما نصفه بأبو محمد الجولاني فنحن نظلم الجولان والجولانيين.
لكن هكذا تقال لأنه هذا الوصف فيه خيط قوي يربطه بماضيه الإرهابي السلفي الجهادي. على ما في شيء هيك ماضي سلفي جهادي. لو كان في هيك شيء له علاقة بالإرهاب الديني يتعلق ببشار الأسد لكننا ربطناها يعني بس ما في المهم هذا الحشد العقيدة القتالية الأيديولوجية التابعة لجيش الجولاني معروفة، وعقيدة القتالية قسد كمان معروفة. كيف بدنا نعمل هيك شغلة مشتركة نضربهم بخلاط، السلفية الجهادية الإخوانية اليسارية القومية الديمقراطية، هيك نحطهم بخلاط ولنشوف شو رح يطلع معنا. ما في عقيدة وطنية سورية الآن تتحكم بأي تفصيل من تفاصيل سوريا أبدا، لا بالحكومة لا بالبرلمان لا بالجيش. يعني هذا التوصيف انه والله الجيش السوري، يا حبيبي هذا مش جيش سوري حتى الآن. هذا جيش بده سنوات حتى نصفه بالجيش السوري. الجيش السوري بالمعنى الأخلاقي، بالمعنى السلوكي، بالمعنى العقائدي، بالمعنى سلوكيات هذا الجيش، عقيدة هذا الجيش، لحتى نسميه جيش وطني سوري. فما نحكي ما نقول انه والله كيف ستنسجم قسد مع عقيدة الجيش الوطني السوري. الجيش الوطني السوري اللي شكلته تركيا كان بيشتغل مرتزقة لتركيا واسمه الجيش الوطني، اسمه الجيش الوطني، وبيرفع علم الاستقلال هذا العلم. الجيش اللي كان بيروح يقاتل كمرتزقة في ليبيا كان على كتافهم هذا العلم. بيروحوا بيقاتلوا كمرتزقة في ناغورنو كاراباخ ضد الأرمن مع الأذريين الأتراك، كان اسمه جيش وطني. هذا كمان جيش اسمه جيش وطني، ارتكب الفظائع في الساحل السوري اسمه جيش وطني، ارتكب الفظائع في السويداء اسمه جيش وطني. أي وطنية، أي سورية يعني يمكن أن نصل بها ما يجري الآن في سوريا. فإذا ما حدا يجي ويقول يعني اللي بيشكك بولاءات قسد معه حق، لكن أن يكون مستقل، مش حسن الدغيم، مش الجولاني والشيباني يجوا يشككوا بقسد. ترى هدول مش بيتهم من زجاج، هدول ما عندهم بيت لحتى يرموا الناس بحجارهم. شخص مستقل، لا مع الجولاني لا مع الأوجلاني، بيجي بيشكك بولاءات قسد، له الحق مع إبراز الأدلة والقرائن والثبوتيات. أما من الخندق الآخر، من الخندق الإرهابي العنصري الفاشي الصدامي التركي اللي كل ذرة منه ولاءها بالضد من سوريا، سواء كان سلفية جهادية أو إخوان أو ميل تركي أو ميل شو بدكم. بدون نرجع للحقبة الأموية، رح يرجعونا للحقبة الأموية. بتحكوا عن سوريا، تاريخ سوريا معروف. يعني سوريا من حقبة الاستقلال من 46 47 وانتم طالعين، يعني حقبة الانتداب الفرنسي كمان مش محسوبة يعني كدولة سورية ككيان سوري مستقل. يعني قديش عمر سوريا؟ يعني هم مش ملتزمين بهالموضوع. فحاش تحكوا والله الوطنية السورية ومواطنة،
المواطنة يا حبيبي، أنت ضبط لي وطن مثل العالم والناس، دستور مثل العالم والناس، جيش وحكومة شرعية مثل العالم والناس، بعدين تعال احكي لي عن الوطنية. تعال زايد علي فيما يتعلق بموضوع الوطنية والانتماء الوطني. كلكم يعني أو الموجودين في السلطة انتماءات متعددة، يعني انتماء لأردوغان، لتركيا، أو للسلفية الجهادية العابرة للحدود. شو كمان، شو بتكون يعني أكثر، أو بيشوفوا صدام حسين رمز، ومن هالقصص هي. فما في مجال. الوطنية مش كلمة تلقى هكذا، الوطن مش هيك. الدولة الوطنية، السيادة السورية مش كلمة وعبارة تقال هكذا، فعل وسلوك وأخلاق وممارسة. خلونا نشوف، بعدين نجي ونقول والله كيف ستنسجم سوريا مع الوطنية السورية ومع الدولة السورية. وين الدولة السورية؟ وين الدولة؟ ما في دولة سورية حتى الآن، لحتى نعول عليها ونطالب قسد. خلي تكون الدولة السورية متينة ورصينة وقويمة ولا تشوبها شائبة من حيث السيادة والولاءات، لا، الولاء لسوريا. بعدين نحكي عن ونطرح تساؤلات ونضع ميل قسد أو رغبة قسد في الاندماج في الجيش السوري على طاولة المساءلة، وأنه كيف رح يندمجوا، وهل سيتخلون عن ولاءاتهم الخارجية أم لا. احنا نضبط حالنا، بعدين نجي نطالب الناس فيما يتعلق بموضوع الولاءات. هذا الكلام لن يعجب الطرفين. الحشد الجولاني والحشد الأوجلاني، وطز في الحشدين ولا يهمكن. أنا سأستمر في رأيي وقول كلمتي، وتأتيني شتائم وتأتيني تحديدات. طز في الحشدين. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.